السلام عليكم. اللهم صل وسلم وبارك على أشرف الخلق سيدنا محمد. هخش لك في العناوين وهبدأ معاك على طول في التفاصيل. سر خروج شيكو بنزا ونزول سيف الدين الجزيري، كواليس ومفاجآت داخل نادي الزمالك، 5 غيابات مهمة داخل نادي الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا، زلزال يهز نادي الزمالك واستقالة مجلس إدارة نادي الزمالك، غربلة ورحيل 13 لاعب داخل نادي الزمالك والمدرب معتمد جمال. ويلا بينا نبدأ أخبارنا. أما بالنسبة التافه وبكرر كلمة تافه، اللي بيوجه رسالة لمحمد شحاتة وبيقول له يعني أنت ولا شلت البطولة ولا شلت نعش أبوك؟ يا عم أنت مال أمك، ما تخليك في حالك. يعني ايه الالفاظ البذيئه اللي انت ده انت غبي غباء يا اخي. عايز حفل كده بالادب والاحترام. بلاش تهين الواحد لحسن ربنا سبحانه وتعالى يحطك مكانه وتحس اللي انت بتحسه. ربنا يطول في عمر ابوك، كلنا هنموت. هخش لك في التفاصيل على طول. خروج شيكو بنزا ونزول سيف الدين الجزيري. هو انا عايز اقفل صفحه الكونفدراليه دي خلاص، انا مش عايز اتكلم عليها تاني. تمام، عايزين نفكر بقى في اللي جاي ان شاء الله. بس عايز اتكلم على نقطه واحده بس. هو معتمد جمال كان عايز ايه بتغيير يعني خروج شيكو بنزا ونزول سيف الدين الجزيري؟ اللي هو كان بيحسبها ازاي يعني؟ طب انت طلعت شيكو بنزا اللي هو كان عايز يحدث معاك الفارق، تمام، بسرعاته وقدراته. نزلت سيف الدين الجزيري اللي هو بعيد اصلا عن حساسيه المباراه. انا هوريك لقطه. بص الصوره دي، سيف الدين الجزيري انفراد هو والجون، مفيش قدامه حد، مفيش قدامه غير حارس المرمى بس، مفيش وراه غير 2 مدافعين بس. وكمان ال2 مدافعين خايفين ان هم يجربوا من سيف الجزيري ليحصل ضربة جزاء. فتخيل بقى سيف الدين عمل ايه في الكرة دي. ده خلاص، ده هو لو شاط كان هيجيب لنا البطولة، هدف ببطولة. تخيل بقى العبقري بتاعنا المحترف اللي هو بياخد بالدولار عندنا بيعمل ايه؟ بيرجعها بالكعب. لو انت عايز تخلي اي مدرب يتخنق، تمام، من سيف الدين الجزيري، وريله اللقطة دي وقول له اللاعب ده في انفراد بهدف هيجيب لك بطولة. تخيل بقى ان اللاعب ده ومهاجم الفرقة ما شاطهاش، لا ده رجعها بالكعب من ورا. وريها كده لاي مدرب. شوف هو ده حسن شحاتة قاعد في المدرجات اللي هو ايه بيندب على وشه. ازاي الكرة دي ما شاطش؟ ازاي الكرة دي ما جاتش جون؟ في 5 لاعبين مهددين ان هم ما يحضروش مباراة سيراميكا كليوباترا، وفي منهم 2 ممكن في احتمال كبير ان هم يحضروا المباراة. وال2 دول هم كلهم مصابين يعني، بس ال2 دول بيلزقوا فيهم على قد ما يقدروا عشان خاطر يحضروا المباراة. ال2 دول مصابتهم خفيفة عن ال3. طب مين هم ال5؟ رقم 1 محمد اسماعيل والمهدي سليمان وعمر جابر واحمد فتوح ومحمد شحاتة. طيب احمد فتوح ومحمد شحاتة دول ال2 اللي فيه احتمال كبير جدا جدا ان هم يحضروا المباراة. بس عندك عمر جابر ومحمد اسماعيل والمهدي سليمان. هو المهدي سليمان ممكن يحضر وممكن لا، بس محمد اسماعيل وعمر جابر مش هيحضروا. هو مين بديل المهدي سليمان؟ محمد عواد. طب مين بديل محمد عواد؟ احمد الشناوي، مش محمد صبحي، احمد الشناوي. وفي حالة لا قدر الله خسارة نادي الزمالك الى الدرع، في 4 اشخاص من مجلس ادارة نادي الزمالك هيتقدموا باستقالتهم ومجهزين الاستقالة على المكتب. 4 من مجلس الادارة. وتم الاستقرار في الموسم الجديد على رحيل 13 لاعب. غربلة من اللاعيبة هتحصل في الموسم الجديد، وهقول لك مين اللاعبين. منهم
المدرب معتمد جمال ده غير ال 13. تمام. معتمد جمال خلاص اتحسم امره، سواء كسب الدوري او خسر الدوري فهو كده كده ماشي. فهو مش عايز يكمل نفسه هو مش قادر يكمل في الضغوطات. وفي نفس الوقت الرحيل من طرفين، لان مجلس الاداره كمان شايف ان هو مدرب بيدافع بس مش بتاع بطولات، مفيش تحسين للاعبين. فهو كمان مجلس الاداره عايز يمشيه. عد معايا 13 لاعب، منهم 2 اعاره: 1 محمد صبحي، 2 احمد حسام المدافع اللي عنده صليبي ربنا يشفيه ويشفي كل مريض يا رب، 3 بارون اوشنج، 4 احمد حمدي، 5 سيف جعفر، 6 محمود جهاد، 7 سيف الدين الجزيري، 8 شيكو بنزا، 9 احمد شريف ده اعاره، 10 عمرو ناصر ده برضو اعاره، 11 اخوان الفينا بزيرة، 12 محمود بن تايج، 13 حسام عبد المجيد. طبعا اخوان الفينا بزيرة هيتباع عشان خاطر احنا ما خدناش الكونفدرالية، فلازم هو يتباع عشان خاطر نعرف نصرف على النادي. تمام. وهقول لكم اخبار مدوية في الفيديو الجاي. تمام. اخبار مفرحة جدا جدا بالنسبة لرخصة القيد. وبص حاجات انا مش عايز احرجها، بس بجد اخبار يا جماعة هتفرح جمهور الزمالك، وصدمة موجعة لجماهير النادي الاهلي كلهم بسبب الاخبار المفرحة دي. اخبط اللايك، اعمل شير، اشترك في القناة، وصلي على رسول الله. قول لي توقعاتك، الزمالك هيعمل ايه مع سيراميكا كليوباترا؟ سلام عليكم.